السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا رب. مرحبا بكم في فيديو جديده. كما راكم تشوفوا اليوم راح نشارك معكم وصفه مملحه، واش نقول لكم تقطر بالبنه، سهله مهله في وقفه تحضروها. الوصفه تاع اليوم هي عباره عن لي كورني، يجوا مقرمشين ويجوا مفرمجين وبزاف بنان. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نبداو الوصفه تاع اليوم. هنا في مقله حطيت شويه زيت، بصله تكون موايا، يعني حتى قليت هذيك البصل. عندي صدر دجاج رحيته حطيته مع البصل نقليه، ومن بعد نزيد لي زيبيس، ملح، كركم، شويه فلفل كحل، شويه زنجبيل، شويه توابل خاصه بالدجاج، نقليهم مليح. هنا هذا الصدر تاع الدجاج يعني رحيته كومبلي، حطيته كامل، ويعني هذا الحشو دارت لي 6 لي كورني، والباقي درت به البوراك، يعني بنص صدر دجاج تقدروا تحضروا هذا لي كورني. بعد ما تقلاو كامل طفيت عليهم النار، زدت عليهم شويه لاكريم ليكيد اللي تقدروا تعوضوها بالبيشاميل. المهم ديروها تكون شويه خفيفه باش يجي الحشو تاعكم مفرمج وطري. بعدها زدت عليهم شويه معدنوس وحطيتهم بجهه باش يبردوا، وزدت عليهم مغرف كبيره فرماج. هنا الفرماج ديروا اللي عندكم، تقدروا ديروا يعني جبن طاري ولا شيدار ولا موتزاريلا باش يجيكم معلك، ديروا يعني الحاجه اللي متوفره عندكم. هنا نجو للتشكيل. هنا نحتاجوا هذا الخبز تاع الطورتيه، نحتاجوا البيض، لا شابلوغ تاعي نسمتها هنايا، نكهتها بشويه فلفل كحل، شويه توابل خاصه بالدجاج، وشويه بابريكا اللي هو العكري الحلو. نحتاجوا الفرماج والحشو هذاك بعد ما برد، والجبن مبشور. هنا استعملت انا شيدار. نجو للتشكيل. العمليه عفوا سهله ماهله، كاين اسهل من كده ينسى؟ ما كاش يا خياتي، ني عجين ني فارينه ني دليك ني يديك ني جيبك، سهله ماهله. هنا نجو نشكلوهم بهذه الطريقه، يعني راهي باينه في الفيديو. نشكلو دي كورني هكا ونلصقوهم بالفرماج باش ما يتحلوش. هذا الخبز راه داير حاله هذا العام، راهم يديروا بزاف به لي صالي. ان شاء الله نسي يعني نود نحضر معاكم الماكسيموم تاع لي غوسات بهذا الخبز، يعني بلا ما ديروا العجين والفارينه والسنيخ مر ومنا، غير بهذا الخبز تقدروا ديروا بزاف انواع واشكال تاع المملحات باش ترفقوهم مع الشربه، يعني تعوضوهم بالبوراك في بلاصه البوراك في هذا رمضان باش يكون شويه تنوع. يعني العملية بلا ما نهدر الفيديو راه يشرح نفسه. بعد ما كملت شكلتهم هكا، انا هنا درتهم بزاف كبار، تقدروا نتوما تزيدوا يعني هذا النص تزيدوا تنقصوا له شويه باش ديروهم هكا دي كورني صغار. تأمنوني انه كورني ما بقاش، طاروا بهم كامل لانه جاو صراحه الا ما جربتوش الوصفه راكم طراطيو، جاو بزاف بنان. هنا بعد ما كملت شكلتهم كامل نجو نكملوا الحشو. بالنسبه للحشو نحط دايما فرماج لداخل باش يجونا طريين ومفرمجين. من بعد نحط الحشو نعمره حتى للفوق، بعدها نرمدهم في البيض ومن بعد لا شابلوغ. انا العمليه خياتي باش نكون صريحه معكم درتها 2 فوا، معناتها رمدتهم في البيض ومن بعد رمدتهم في لا شابلوغ، حطيتهم بعد ما كملتهم كامل زدت عاودت لهم بوغ لا دوزيام فوا، رمدتهم في البيض وعاودت رمدتهم في لا شابلوغ هكا باش يجوني بزاف محمرين وبنان. وانتم كيما تحبوا ديروهم مره هكا ولا 2 فوا الا حبيتوا باش يجوا محمرين ومقرمشين. خياتي ما تنساوش ما تبخلوش عليا بلي جام وبلي كومونتير، يعني هذوك الشابين الله الله كالعاده. بعد ما تشوفوا لا فيديو ديروا لنا جام وديروا لنا لي كومونتير هكا باش تزيدوا تحفزوني وتشجعوني باش نشارك معكم لي غوسات واحد اخرين. يخلي لي كومونتير باطل خياتي ما كوش تخلصوا عليهم. يعني كاين بنات ما شاء الله وفيات للقناة دائما هما يعني التعليقات تاعهم هما الاولين. نقول لكم من هذا المنبر يعطيكم الصحة ومرحبا بالمشتركات الجدد اللي التحقوا بنا، والمشتركات الأقدم نقول لكم نورتوا قناتي. هاي لك العملية سهلة مهلة.
ديروهم مع شربة ولا مع حريرة كيما تقدروا تاكلوهم وحدهم مع سالاد. يعني الله الله صدقوني غير الله الله جاو يقطروا بالبنة. دوكا انا هنايا نكمل نعمرهم كامل هامليك ونروح نقليهم. الزيت لازم تكون سخونة ومن بعد نقص لها شويه يعني في المتوسط، نقليهم نخليهم ياخذوا هذيك التحميره باش يجونا مقرمشين ومحمرين. الله الله. بعدها كلمسه اخيره نزينهم بشويه جبن مبشور. هامليك هنايا لازم تخليهم يقطروا تماما من الزيت بعد ما تقليوهم. هنا هذه هي اللمسه الاخيره، نحط هكا شويه فرماج ونرمدهم هكا في جبن مبشور. هكا نكون كملت الوصفة تاع اليوم. دوك تشوفوهم في صحن التقديم وراح نفتح معاكم حبة باش تشوفوها كيفاش جاو مفرمجين. واش نقولكم صراحة شهيتكم في الجنة. صراحة جاو بزاف 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 بنان. لازم تجربوا هذا الوصفة. دوك تشوفوهم في صحن التقديم. هكذا نكون لحقت انايا الى نهاية الفيديو تاع اليوم والوصفة تاع اليوم. ما عليا غير نقولكم بقاو على خير، صحة فطوركم وصحة سحوركم. نتلاقاو في فيديو واحد اخرى ان شاء الله ووصفة واحدة أخرى. سلام.